اللي قدامك ده عامل حملة انه يوحد الشعوب العربية مع بعض، وكفاية بقى المصريين والسعوديين يشتموا بعض على النت. حملة جميلة وشريفة وندعمها، لكن تعال اتفرج معايا ازاي بينفذ الحملة دي. اللي قدامك ده عمر، مصري بيتعرض لحملة شتايم على النت من سعوديين وسوريين. الشتايم دي بتبقى لشخصه ولأهله وللمصريين وللجيش المصري، وكل اللي بيعمله عمر كشخص مصري وطني طبيعي انه بيطلع يرد على الناس دي في فيديوهات. بص الشخص بتاع الحملة بيرد على عمر ازاي. السعودي كده. ايه يا ابني، ايه يا ابني، ايه يا ابني، ايه علاقه الجيش السعودي بالموضوع؟ خلافك معاه رد عليه. هو الجيش السعودي في الرانك العالمي على فكره. اقرا، اطلع، اوجزت فهببت. شكرا يا عمر، شكرا. بص الطريقة والتقليل من عمر، بيقول له روح اقرا، روح افتح كتاب. في نفس الوقت تعالى شوف صاحب الحملة ده وهو بيرد على واحد سعودي. طبقه من ذهب. مهند اوعى تنجرف يا مهند، انا بحبك جدا وانت من الناس المحترمه والخلوقه والكل يشهد لها بكده، بس للتصحيح وخد الكلام من اخوك. بص بيقول له ايه اخوك، وهيقول لك اسمح لي. بص التدني عامل ازاي، بص الفرق هنا والفرق الرد على عمر عامل ازاي. فانا يا حمدي انا مش عارف بالظبط انت فعلا عايز تعمل حملة انك توحد الاتنين مع بعض، ولا عايز تعمل حملة انك توحدهم لكن وانت بتوحدهم تقلل من المصريين. وكمان بص ردوا على احمد صبري وردوا على اي حد مصري بيطلع يدافع عن بلده. انا شخصيا ما شفتش عمر ولا احمد صبري بيطلعوا يفتعلوا ازمة، هم بيطلعوا يردوا على ناس بيشتموا المصريين. الحملة نفسها شريفة وجميلة وندعمك فيها، لكن من فضلك وانت بتطبقها ما تقللش من اي حد مصري لاي سبب كان.